الضريبة هي واحد المبلغ اللي كيتفرض على الناس والشركات من طرف الدولة، وهذا المبلغ كيتخلص باش تقدر الدولة دير به المصاريف ديالها بحال التعليم، الصحة والطرقان والخدمات العمومية كاملين. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم جبنا لكم واحد الموضوع اللي كيهم كلشي، سواء كنتي موظف تاجر ولا حتى مواطن بسيط كيشري غير من الحانوت. غنهضروا على الضريبة والتيفية اللي هي الضريبة على القيمة المضافة في المغرب. شنو المعنى ديالهم؟ علاش كاينين؟ وشكون اللي خاص يخلصهم؟ وشنو هي النسب اللي كيتفرضوا بها؟ بزاف ديال الناس ما كيعرفوش التفاصيل ديال هاد الامور وكيتفاجئوا ملي كيشوفوا الضرائب في الفاتورات او كيتطلب منهم يصرحوا بالمداخيل ديالهم. وهنا كيجي الدور ديالنا باش نفسروا لكم كلشي بطريقه مبسطه وسهله بالدارجه المغربيه وباسلوب مزيان باش توصل المعلومه لكلشي. خليكم معنا وتفرجوا حتى الاخر باش تفهموا مزيان وتوليو على درايه بكيفاش كتخدم الضرائب في البلاد ديالنا وشنو الدور ديال كل واحد فينا في هذه المنظومه. الضريبه هي واحد المبلغ اللي كيتفرض على الناس والشركات من طرف الدوله، وهذا المبلغ كيتخلص باش تقدر الدوله دير به المصاريف ديالها بحال التعليم، الصحه، الطرقان، الامن والخدمات العموميه كاملين. الضريبه ماشي اختياريه، يعني اي واحد كيحقق دخل ولا عنده مشروع ولا كيتاجر خاصو يساهم في الضريبه حسب النشاط ديالو. الدوله كتجمع هاد الفلوس من عند المواطنين والمقاولات وكتستعملهم في تنميه البلاد وتحسين الظروف المعيشيه. كاينين بزاف ديال انواع الضرائب بحال الضريبه على الدخل، الضريبه على الشركات، الضريبه على القيمه المضافه اللي هي التيفية، والضريبه العقاريه، وكل وحده عندها الطريقه ديال الحساب ديالها. في الخلاصه الضريبه هي وسيله باش كلشي يساهم في التقدم ديال البلاد، وكلما كانوا الناس منظمين وكيخلصوا كلما كانت عند الدوله الامكانيات باش تطور وتخدم مزيان. التيفية اللي المعنى ديالها الضريبه على القيمه المضافه، واحد النوع من الضرائب اللي كتفرض الدوله على السلع والخدمات وكنخلصوه حنا كمستهلكين في الثمن النهائي اللي كندفعوه. يعني ملي كتشري شي حاجه من السوق ولا من المحل راه الثمن اللي كتشوف فيه راه كيكون غالبا داخله فيه التيفية. مثلا الا شريتي واحد السلعه دايره 100 درهم راه ممكن التيفية تكون ساويه 20 درهم والسلعه غتكون الثمن الحقيقي ديالها اللي هو 80 درهم. هاد الضريبه كتخلصها الشركات ولكن كيدوزها للمستهلك ومن بعد كيرجعوها للدوله. في المغرب النسب ديال التيفية كتبدل حسب نوع السلعه او الخدمه، وكاينين 4 ديال النسب واللي هما 20% و14% و10% و7%. الدوله كتستعمل هاد المداخيل باش تمول بها المشاريع العموميه بحال المستشفيات، التعليم، النقل وخدمات اخرى. في الخلاصه التيفية هي واحد المساهمه غير مباشره كنساهموا بها في ميزانيه البلاد من خلال الاستهلاك اليومي ديالنا. هاد الضريبه هادي كتفرض على الاستهلاك، يعني كل واحد كيشري شي حاجه كيكون كيساهم بشكل غير مباشر في ميزانيه كتخلي الدوله تجمع الفلوس من اكبر عدد ديال الناس بطريقه عادله وبسيطه، حيت كل واحد كيخلص حسب شحال كيستهلك. وزيد على هذا الشيء كتخلي الاقتصاد منظم بحيث الشركات كيتسجلوا عند الضريبه وكيوليو معروفين، وهذا الشيء كيساعد الدوله تحارب التهرب الضريبي. يعني ببساطه التيفية كاينه باش الدوله تضمن مداخيل مستمره وتحقق العداله الجبائيه وكل مواطن يساهم في التنميه ديال البلاد على قد الاستهلاك ديالو. وحتى لهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا اللي حاولنا نبسطوا فيه المفاهيم ديال الضريبه والتيفية في المغرب وشنو الدور ديالهم وشكون اللي خاص يخلصهم وعلاش كاينين اصلا. كما شفنا الضريبه ماشي غير فلوس كتقطع من عند الناس، ولكن هي وسيله باش الدوله تقدر تخدم وتطور الخدمات وتستثمر في الصحه والتعليم والطرقات والامن. والتيفية كتجي في الاطار ديال المشاركه الغير مباشره من احد المستهلكين في هذا المجهود. مهم بزاف كل واحد فينا يكون واعي بهذه الامور حيت الفهم ديالها كيساعدنا نكونوا مسؤولين ومساهمين في بناء البلاد. الى عجبك الفيديو ما تبخلوش علينا بجام وتعليق وبارطاجي مع الناس اللي ممكن يستافدوا، وما تنساوش تتابعونا باش يوصلكم كل جديد.
شكرا على المتابعة، ونتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله.